دايما في شخص في حياتك نفسك تبقى زيه، بيكون وسيم وغني وذكي ومعضل ولبسه شيك، شكله مثالي ومفيهوش غلطة. تخيل بقى لو فجأة اكتشفت انه سفاح مجنون وقتل قتلة. الشخص ده بقى هو باتريك بايتمان من فيلم أمريكان سايكو. يلا نحلل الفيلم. I simply am not there. قصة الفيلم بتحكي عن شاب اسمه باتريك بيتمان، شاب غني وشغال في الشركة بتاعت أبوه وشكله مثالي للنجاح. جسمه حلو وبيلبس بدلة أنيقة وعنده بيت فخم. بس تحت كل الشكليات دي في وحش عايش جواه. كل ما بيحس بالملل الوحش ده بيطلع وبيعذب ويقتل ناس ملهمش ذنب في أي حاجة، وبيعمل ده كأنه بيعمل شيء عادي. بس كل ده بيتبني لحد ما نوصل لنهاية مش مفهومة. هل فعلا عمل كل ده ولا كان متهيأله بس؟ أول مشهد مهم معانا لما كان باتريك بيحكي عن روتينه الصباحي كأنه إعلان تجميل. بيقولك بيغسل وشه بإيه؟ بيستخدم منتجات كلها غالية بس وشه مفيهوش ملامح. المشهد ده بيقولك إن باتريك مش بني آدم، هو واجهة بيهتم بشكله زيادة عن اللزوم عشان يخبي شخصيته الحقيقية. تاني مشهد مهم معانا مشهد بطاقات العمل. مجموعة ناس شكلهم واحد، نفس اللبس نفس الوظيفة، بيتباهوا بكارت عليه اسمهم. الكل مهووس بالتفاهة. الكارت بيتحول لسلاح. هنا بنشوف وش باتريك بيتقلب، عينيه بتتهز، ايده بتتشنج، وده عشان بس شاف ان في حد معاه كارت شكله احسن من الكارت بتاعه. تالت مشهد مهم معانا مشهد قتل بول آلين. لما باتمان بيحكي عن أغنية لبول آلين وهو بيجهز لقتله. الفكرة هنا إن القتل بقى جزء من روتينه، زيه زي أي نشاط في يومه، سطحي كأنه بيعمل حاجة عادية. بيغطي على العنف بالكلام الحلو، بيفصل نفسه عن الواقع، مش شايف إنه بيقتل إنسان وإن دي مصيبة، لأ شايف إنها حاجة عادية زيها زي الأغنية اللي بيسمعها كده. نيجي بقى للمشاهد اللي كان الضابط كيمبل بيحقق معاه فيها. والمدهش إن في كل مشهد أسلوب المحقق بيختلف. في الأول بيبقى شاكك وبعد كده ما بيبقى شاكك فيه لحد ما بيسيبه خالص ومش بيحقق معاه تاني. وهنا بنشوف باتريك قلقان في الأول ومش على بعضه، لأن المحقق هنا رمز للخوف اللي طبعا البطل بتاع الفيلم مش بيحاول يواجهه. بس في النهاية المحقق بيختفي وما بيكملش تحقيق، وده عشان يقولك ان مفيش عدالة ومفيش حد مهتم اصلا باللي حصل. حتى اللي كان بيحقق معاه ما كملش تحقيق معاه. المشهد بتاع البوليس لما كان بيحاول يمسك البطل بتاعة الفيلم والعربية بتاعة البوليس بتنفجر وكل الناس دي بتموت. بس كل اللي حصل ده وهم، احنا كمشاهدين ما بقيناش فاهمين اللي بيحصل ده حقيقي ولا لأ، وهو ده المطلوب. مشهد الاعتراف. في لحظة صعبة البطل بتاع الفيلم بيعترف على التليفون إنه قتل أكتر من 20 واحد بأدق التفاصيل. بس في اليوم اللي بعده بيكتشف إن المكان اللي كان فيه جثة بول آلين فاضي. وهنا بنبدأ نسأل، هل اللي شفنا ده كان حقيقي ولا كل ده كان وهم وكان هو بس اللي متهيأله؟ مشهد النهاية اللي مفيش حد من اللي شافوا الفيلم فهم المشهد ده كان عايز ايه. لما بطل الفيلم بيحاول يقول للناس انا عملت حاجات فظيعة، انا قتلت، انا عملت، بس محدش مهتم. واحد يقوله لا انا شفت بول في لندن، والتاني يقوله لا مفيش حاجة حصلت. النهاية بتقول ان حتى لو اعترفت محدش هيسمعك، فاعترافه ملوش قيمة. وزي ما مكتوب على الباب، ده مش خلاص، ده مفيهوش نهاية. طب هو قتل الناس دي فعلا ولا لأ؟ الإجابة هي ولأ. في ناس قتلهم وفي ناس كان متهيأله إنه قتلهم. لأن في نهاية الفيلم لما المساعدة بتاعته بتفتح النت بوك بتلاقي الصفحات مليانة رسومات قتل وتعذيب. ده بيوضح إنه بيعيش في عالمه الوهمي من زمان، وده أهم دليل إن كل حاجة شفناها ممكن تبقى من عقله هو بس. بول آلين فعلا ما ماتش، هو لسه عايش، بس هو تخيل إنه كان بيقتله. تحليل شخصية بطل الفيلم. هو مجنون بس هو نتيجة بيئة بتنجد الشكل بس. هو ما فيهوش هوية حقيقية. كل اللي عنده حاجات بيستهلكها، ميوزك، أكله، لبسه، حتى القتل. عايز الناس تبصله، تعترف إنه موجود، بس محدش بيشوف حقيقته. لما بيقتل هو مش بيفضي طاقة سلبية، هو بيحب كده، وهقولك ليه بعد شوية. مفيش عنده علاقة حقيقية، ولا حب ولا صداقة ولا شفقة. بيتكلم مع الناس بنفس الأسلوب، بيشوف الكل كأدوات أو كتهديد. طب شخصية باتريك بترمز لإيه في الفيلم؟ أكيد بترمز للولايات المتحدة الأمريكية.
حتى الفيلم اسمه أمريكان سايكو. دايما باتريك بيتكلم عن حقوق الإنسان والقيم والأخلاق والسلام، وإنه ضد العنف، وإن لازم الأغنياء يساعدوا الناس الغلابة والكلام المتزوق ده كله. لكن هو مش بيعمل كده في الحقيقة، ده بيعمل عكس كل الكلام ده، ودايما بيقتل ويعذب الناس الضعيفة اللي ما عندهمش إمكانية يدافعوا عن نفسهم ضده. وكده فهمنا كان بيقتل ليه في الفيلم. ولو خدت بالك ده نفس اللي بتعمله الولايات المتحدة الأمريكية، دايما بتتكلم عن السلام وإن هي ما بتحبش تدخل السلاح وإن هي بتدعم أي دولة محتاجة مساعدة، وبتتكلم كلام مزوق بس ما بتعملش بيه، بالعكس ده هي اللي بتبدأ بالمشاكل. علشان كده فيلم أمريكان سايكو وشخصية باتريك بايتمان كانت بترمز للولايات المتحدة الأمريكية. يعني الفيلم ما كانش عن قاتل متسلسل وخلاص، لا، الفيلم كان جاي يقولك ان الشخصية دي بتعمل نفس اللي بتعمله الولايات المتحدة، وان الحقبة الزمنية دي كانت كل الناس فيها سطحية وبتهتم بالشكل بس، لكن ما بيهتموش باللي جوه الانسان الحقيقي، ما بيهتموش بالشخص اللي محتاج. كل اللي هممهم ان الساعة تكون غالية، الجزمة تكون لمعة، كل حاجة في حياتهم تكون احسن حاجة، لكن هما مفيش، بمعنى أصح فاضيين من جوه. تاني حاجة هي البطاقات. البطاقات بترمز للهوية، بس في عالم باتريك الكل عنده نفس البطاقة، حتى الميزة الوحيدة اللي ممكن تخليهم مميزين عن بعض مش حقيقية. ولما باتريك شاف كارت حد تاني أحلى وشه اتقلب، كأنه حس بتهديد عشان في حد أحسن منه بس. والقتل، القتل ما كانش الهدف منه الدم، هو محاولة لملء الفضا. لما كان باتريك بيقتل كان بيقتل عشان عايز يحس بأي حاجة، عايش في أوهام من صنع عقله بس. الهلوسة، كل ما الفيلم بيكمل بنشك زيادة في اللي بيحصل. الحكاية مش عن هل ده حصل ولا لأ، الحكاية إن حتى لو حصل محدش مهتم. زي نهاية الفيلم، محدش بيسمعه أصلا. مش مهم في ناس ماتت ولا لأ، المهم يكون اللبس غالي والشكل حلو بس. طب ايه هو الهدف من الفيلم؟ ايه المسج اللي الفيلم عايز يوصلها لك؟ الفيلم مش عن شخص مجنون او قاتل متسلسل بس، ده عن مجتمع بيكافئ السطحية وبيمحي اي حاجة حقيقية، بيهتم بالشكل بس. الناس مش شايفة بعض، الكل لابس قناع عشان يخبي اللي جواه. ممكن تكون قاتل ومحدش يلاحظ، وممكن تكون بتموت وتستغيث ومفيش حد هيسمعك. ولو هنلخص الفيلم كله في جملة واحدة فهتبقى الجملة دي: في عالم ما فيهوش معنى، الوهم بيبقى الحقيقة الوحيدة. وبطل الفيلم كان أصدق حاجة في كدبة عملاقة اسمها المجتمع. أنا كده خلصت، بس الأفلام لسه مخلصتش. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واكتب لي كومنت عن الفيلم إن حابب إن أتكلم عنه الفيديو الجاي. وبس كده، سلام.